شحات شحات روايتنا ماهوش شحات الكاتب واحد من الكتاب شحات روايتنا ماهوش شحات الكاتب واحد من الكتاب صباح الخير يا بيه. مش عاوز اكتب على حضرتك واقول لك اني ما اكلتش من 3 ايام، ومش عاوز اخدعك واقول لك ان مراتي عيانه ومش لاقيه ثمن الدواء. لا، المساله ابسط من كده بكتير. انا فعلا ما اتغديتش، وارجوك اوعى تتصور اني بمارس على حضرتك ضغط من اي نوع. من حقك ما تدينيش ولا مليم، انت حر. صحيح في الحاله دي هيستولي عليك احساس قوي بالذنب، وبالتاكيد هترتبك وانت بتسوق، ولا قدر الله تحصل لك حادثه تضيع فيها انت والعربيه وينقطع
البس لك ضلع ولا رجل ولا ايه؟ ريح ضميرك واديني حاجه لله، اديني حاجه لله يا بيه. لا ربنا ما يوقعك فيا ويجعل لك في كل خطوه سلامه. انت انسان طيب، انت انسان كريم، ربنا يخليك يا بيه، ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك، ربنا يكفيك شر سكتك. كده كمان احمدك يا رب، كنت متاكد ان كده هيجي في يوم من الايام. ارجوك ما تمدش ايدك في جيبك تاني، حرف هدوم اصرار. ربنا يبارك لك في اولادك. إله يا رب بحق هذا اليوم الفضيل يوسع رزقك ويعلي مرتبك وينصرك على من يعاديك. مين؟ استاذنا الكبير زرمباح الكاتب المشهور، اهلا وسهلا. انت تعرفني يا حضرة؟ اعرفك. قال يحفظ قمر، مين ما يعرفش حضرتك؟ اللي يعرف النيل والهرم يبقى لازم يعرفك. انا بشكر المجاملة الرقيقة دي. مش مجاملة يا فندم، مش مجاملة، دي حقيقة. أنا من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا بقرا لك يا بيه، أنت اللي عملتني. أنا أفخر إن كل تكويني الثقافي راجع لقلمك، وكل اللي اتعلمته في الدنيا فضل كتبك ومقالاتك. ربنا يخليك يا بيه، ربنا ينصرك على كل أعدائك، ربنا ينصرك على أعداء الحرية والديمقراطية. عزيزي المسائل الدولية لا تحسم بهذه الطريقة. في الأول لازم يكون عندنا وعي بكل متطلبات المرحلة بما يتناسب مع التطور الطبيعي للحاجة الاختراع. وبعد كده يجي دور على الدول الكبرى والوسطى والصغرى لدفع عجلة الإنتاج للأمام وللخلف. طبعا بما يتفق مع مواصفات الأيزو والأوشا. طبعا كلام واضح. وشا أنت حيرتني معاك يا بيه. تحب أجيلك على أمريكا كمان عشان أروح في داهية؟ باختصار يا بيه، ربنا يرزقك على من يعاديك. إنما صدقني يا عزيزي، الشيء الجدير بالإعجاب هو درجة وعيك وثقافتك. أنت هايل. يلا بقى نكمل حوارنا في وقت تاني عشان الإشارة هتقفل. أنا يا بيه لازم أقرا لك الصبح والظهر، أسمعك في الراديو، وقبل ما أنام أشوفك في التلفزيون، ولما أتضايق قوي من الدنيا أقرا لك قصيدة أو قصة. ما بتكتبش مسرح يا بيه. يا حبيبي الإشارة هتقفل، ابقى تعالى لي مكتبي. أنا حاولت من سنين يا بيه أجيلك مكتبك، دي فرصة العمر ولا يمكن هضيعها من إيدي أبدا. يا حبيبي الإشارة هتقفل. الإشارة مش بتقفل للأبد يا فندم، هتفتح تاني، لكن فرصتي أنا صعب إنها تتكرر، صعب إن الكاتب يقابل القارئ اللي بيحبه، خصوصا لما يكون مشهور في مناصبه، حضرتك رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة، بالإضافة لشغلك التاني. يا حبيبي أنا باب مكتبي مفتوح، بالعكس ده أنا بزعل أول لما محدش يجيلي، وخصوصا من الناس المطحونين اللي زيك. يلا بقى الإشارة هتقفل. إيه ده؟ كويس كده؟ أهي الإشارة قفلت. الله السبوع بيه وانت بتشوف، هي الناس عندكم ملهاش ثمن؟ هو كمن يعني ربنا انعم عليك بعربيه تقوم دايس على المشاه كده؟ افرض الخبطه موتته، نعمل احنا فيه دلوقتي بقى؟ وريني يا سيدي، وريني يا ليلتك المطينه قدامي بقى يا حبيبي، ورخصتك ورخصه العربيه، وتعالى لي على جنب يا خفيف. مفيش حاجة يا حضرة السول، ده حوار بين أصدقاء. نعم يا اخويا، حوار ما بين الاصدقاء، حوار في الاشاره بتاعتي، يعني سايبين الحتت اللي فيها الحوار وجايين تعملوه عندي هنا عشان يلبسني في الاخر واروح انا في 60 دقايق. فضلك اطلع بيه، يلا اطلع، هتعطل المرور. اوعى يا جدع انت من خلقته. وعدني يا بيه اننا نكمل حوارنا. حاضر. انا اسف جدا يا بيه لو كنت ضايقتك. يا سيدي متشكر. ايه ده؟ العربية ما بتدورش ليه؟ ايه اليوم النحس ده؟ بتعمل ايه؟ لا شوف ما بتدورش ليه، ثواني. هتدور لوحدها، بس تلاقيها شرقانة شوية. مالها العربية؟ مالها ايه؟ عطلانة، وارجوك ما فيش داعي تتكلم مع البيه باللهجة دي، ده الاستاذ زرمباح الكاتب المشهور. وانا ميكانيكي. ارجوكم تعالوا على جنب كده، هتعطلوا المرور. بقول لك ده الاستاذ زرمباح الكاتب المشهور، قبل ما تتكلموا مع الناس شوفوا بتتكلموا مع مين. يا حبيبي عيب كده، الراجل برضه من حقه يشوف شغله. اهلا وسع كده، ازيك يا باشا؟ دي فرصه عظيمه ان كاتب معروف زي حضرتك يقف بعربيته القلاقه دي في الاشاره المتواضعه بتاعتي. هو النهارده ايه؟ النهارده الحد.
لا بجد النهارده ايه؟ النهارده الحد. يا باشا ما اقصدش النهارده ايه في ايام ربنا. النهارده يوم الحد. لا يا باشا ده النهارده عيد ومصر اليوم في عيد ويا اللي الخيره ويا اللي الاجر الصعيد يا اللي العريس الحره او من بورسعيد ياه ايدك يا شادي. والله يا باشا والله ما ليك عليا حلفان. أنا مراتي لو عرفت إن أنا قابلت سعادتك النهارده هتقول عليا جنين وبخرف كمان. ليه بس كل ده الموضوع عادي جدا. عادي جدا بالنسبة لك يا فندم، لكن بالنسبة لواحد زي حالاتي كده من عامة الشعب ده يبقى حدث تاريخي. أنا ممكن أقابل مصطفى كامل، نجيب الريحاني، سعد باشا زغلول، يا سلام، في الحلمي طبعا، لكن قابل واحد زي حضرتك كده ده يبقى شيء من ضرب المستحيل. على فكرة يا باشا أنا ربنا رزقني بولد وبنت سميتهم على اسم سعادتك. متشكر. الولد سميته زرمبيح مقطقط زيك كده. شكرا يا حبيبي. والبنت والبيت زرمبيحي. على فكرة يا باشا عربية سعادتك. خلاص ماشي هنزوقها بعيد عن المرور. ثانية يا باشا لا تزق ولا تتعب نفسك، أنا هتصرف بطريقة تانية. لحظة واحدة يا حضرة الصورة، اتأخرت عن شغلي. يا بيه ثواني انت مستعجل على ايه؟ يعني كده قفلت لك الشارع. اللي عايز يروح الزمالك لازم يلف من شبرا. شكرا يا حبيبي. تحب يا باشا اطلب لك 2 حاجه ساعه كده؟ لا متشكر. طب عصب كده ولا عناب؟ يا حبيبي قلت لك متشكر. خلاص اللي تشوفه سعادتك. معاك حته بيه؟ انت ميكانيكي صحيح؟ عندي فكره عن الميكانيكا. صحيح عندك فكرة عن الميكانيكا؟ ايوه الفيات بالذات. طب جات لك منين الفكرة دي؟ عندي عربيه. مندهش حضرتك؟ انا عندي عربيه فيات. ايه يا راجل ده؟ ايه اللي انت عامله في العربيه بتاعتك دي؟ ده الشكل بالي تمشي بيه؟ ده شويه والعربيه هتقول لك الضحله جري يا رمان. انا لسه فاكر مقاله حضرتك اللي قلت فيها سيصبح لدى كل مواطن سياره الا اذا اعتبرتني مش مواطن. لو الواحد يعرف ان الشحاتة مكاسبها كتير قوي كده ان الواحد يشتغل فيها. تضحك ليه يا حبيبي؟ هو حضرتك ما بتشتغلش فيها؟ نعم. انا اسف جدا يا بيه. اصل انت عارف بقى المصريين بقى ولادهم بقى وعارف الحشبه بتاعتهم بقى. اصل انا كان المشكله كلها خدت وجوز خدت اتخانقوا مع بعض، قال ايه؟ بتعمل له اكل باين، بس الحمد لله جت من عند ربنا، الدوله بدات تقطع النوم، فبقت خدت كل يوم تعمل اكل كل يوم الصبح كده يا لهوي. اعوذ بالله ده قافل. دور يا بيه. لا انت كده هتجيب المرشدين، انا عايزك تدور وتجيب قدام. دور يا بيه. بص عشان تفهمني، دور وجيب الاولاني بس بشويش، واسحب بعد كده، اسحب على موجه واحده وبس. يلا كده اسمع يا باشا يا سعاده البيه، بلاش تعلى بال600 ونص عشان الفرامل ما ترميش لقدام يا بيه، مش معقوله كده. اسمع كده، مفيش فايده بس بطل اقفل. مفيش فايده، صح زغلول قال مفيش فايده. هم اتخلقوا بهايم بيركبوا عربيات ليه؟ ما بيخافوش خالص، ما بيخافوش السوق. ايه بس حاجه تقفل. يعني ما دارتش يا فالح. ما هي مش هيدور دلوقتي. ليه؟ انا فاكك الموتور كله تقريبا. كنت عاوز اسمع صوت المارش. ليه؟ متهيألي كده ان دينا والمارش فيه حاجه. لحظه واحده. يا عم انا متهيألي ان المسألة مش محتاجة انك تفك الحاجات دي كلها. جاي لك حاضر ثواني. انفخ عجل. لحظه واحده انفخ في الحته بتاعتي، احسن واحد نفسك بينفخ بلالين. ما تخافش يا بيه، ما تخافش. كله تمام يا بيه سعاده البيه. انت العربيه دي ما بتشتغلش فيها خالص. ثواني بس. الدينامو بايظ على الاخر يا سعاده البيه. تحب تشرب حاجه ساعه؟ منين؟ ثواني. هجيب حاجة ساعة منين كده واحنا واقفين في الإشارة؟ يا ابني أنت متأخر عن شغلي.
اتفضل يا سعاده البيت. 7 اب. يا دي سرايق وعندي بيره، تحب افتح لك علبه؟ شكرا. ايه ده؟ دي متلجه. جابها منين الكلب ده؟ الشوال ده فيه كل الضروريات، ثلاجه صغيره، بوتاجاز صغير، علب روابي، علب تونه، علب زيتون يوناني كلاماتا، شويه جبن، واخيرا وليس اخرا علب همبرجر. علب همبرجر؟ وموجوده في السوق دي؟ حاليا موجوده. تصور يا بيه، تصور اننا عشنا 30 سنه بلا همبرجر. حياه مجرمه. 30 سنه بلا همبرجر. بس يا بيه اكيد انت خايف على العربيه بتاعتك، صح؟ قول خايف. يا سيدي هتخلصها ولا لا؟ يا بيه انا مش نصاب يا بيه، وعشان تطمن ان انا مش نصاب اتفضل حضرتك، دي بتاعتي. رئيس قسم. انا دلوقتي مدير اداره، البيانات اللي عندك دي قديمه، اتفضل اشتغلتك. ليسانس اداب، قسم تاريخ، درجه جيد جدا. والماجستير سبته في البيت. ما شاء الله. واولادي بيتعلموا في مدارس اجنبيه، لانسي فانسي كانسي، وعندي شقه 5 اوض و7 حمامات. مش كده وبس، ده انا عندي شاليه في الساحل الشمالي. انا كمان بصر في اماكن كويسه، شيراتون، هيلاتون، موفنديك. وكمان بفكر السنه دي اطلع انا والاولاد ونروح بلغاريا. طمن يا بيه طمن، عربيتك في ايد امينه. ما شاء الله. وكل فضل تجيلك يا بيه، كل العز اللي انا فيه ده من صنع قلمك هو صاحب الفضل عليا. كل العز اللي انا بتمرغ فيه ده راجع للي بتكتبه، راجع لمقالاتك. كل حرف من كلامك حولته لثروه. ازاي؟ انا متابع حضرتك من زمان قوي، من قبل ثوره 25 يناير، من ايام ما كنت بتدافع عن الرئيس السابق. الرئيس السابق؟ انا انا دافعت عنه لما كان كويس وشتمته لما بقى وحش. ايوه لما مشي. حضرتك كتبت اعظم دفاع عن جمال عبد الناصر. لا انا. وبعدين كتبت افظع شتيمه فيه. ايوه بس انا. وبعدين كتبت اجمل غزل في السلام. لكن انا. وبعدين كتبت افظع شتيمه فيه. ايوه اسمعني. دلوقتي حضرتك بتكتب عن الدكتور. انا مش بسألك عن تاريخي. تاريخك هو تاريخي. يا زمن اشهد يا تاريخ، يا زمن ثورة أجداد جذوري باعوا بيها الوطن، ثورة أجداد جذوري باعوا بيها الوطن. ألم الكاتب بيقتل برصاص وقت المحن، ألم الكاتب بيقتل برصاص وقت المحن. واكتب يا قلم وامضي وإن كنت في يوم هتظلم، اكتب يا قلم وامضي وإن كنت في يوم هتظلم. راح أقول كل اللي عندي، راح أقول كل اللي عندي، راح أقول ازاي عرابي حارب يوم وانتصر، راح أقول جمال ابن ناصر خطفوه منا القدر، راح أقول ازاي عرابي حارب يوم وانتصر، راح أقول جمال ابن ناصر خطفوه منا القدر. راح أقول عيني بتبكي عالغالي اللي انكسر، راح أقول عيني بتبكي عالغالي اللي انكسر. والدمع يا مصر نازل سيله زي المطر، والدمع يا مصر نازل سيله زي المطر. واكتب يا قلم وامضي وإن كنت في يوم هتظلم، اكتب يا قلم وامضي وإن كنت في يوم هتظلم. راح أقول كل اللي عندي، راح أقول كل اللي عندي، هنقول ازاي عرابي حارب يوم وانتصر، هنقول جمال ابن ناصر خطفوه منا القدر، خطفوه منا القدر، خطفوه منا القدر. على فكره انت اللي كتبت كده. لا انا كنت بمضي وبس. وبعدين تفتكر العربيه هتمشي تاني؟ ربنا يسهل. انا كنت تعبان قوي في الايام الاخيره.
لكن كلامك كان بيديني ثقه ان كل حاجه هتتصلح. ساعات كنت بخرج من البيت من غير فطار، لكن عمود الصبح حضرتك كنت بتكتبه في الجورنال كان بيشبعني، كان بيملاني بالامل. متشكر يا عزيزي. فعلا ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.